هلو هلو. نفسك تاكلي حاجة حلوة وكسلانة تقومي تعمليها؟ هعمل معاكي أحسن حاجة حلوة هتتعمل في 5 دقايق بس، جنب كوباية شاي كده أو كوباية قهوة اللي يريحك. طعمها تحفة، سهلة جدا، ولا محتاجة مواعين كتير، ولا محتاجة وقفة في المطبخ كتير، وبدون فرن. تعالي نشوف انا هعمل ايه. انا حاطلك المقادير اهي، خديها سكرين. دي مقادير الكيكه اللي انا هعملها بصوص الشوكولاته، وادي طريقه الصوص برضو، طريقه المقادير بتاعته. خديها سكرين شوت واحفظيها عندك، وتعالي نشوف عملنا ايه. معايا هنا نفس الطاسه اللي انا هعمل فيها الكيك، هي اللي انا هعمل فيها المقادير. هحط هنا 4 معالق كبار زبده، ما عنديش زبده او سمنه حطي زيت. هحط عليهم 3 معالق كبار كاكاو، خلاص، و5 معالق سكر بس يستحسن يكون باودر، خلاص، وربع كوباية لبن أو فنجان لبن. قلبي بقى الكلام ده كله كويس لحد ما السكر والكاكاو يدوبوا كويس جدا جدا. اخدوا شكلهم بعد ما دابوا، هنزل عليهم بعدد بيضة واحدة بدرجة حرارة الغرفة ورشة فانيليا، وهقلب برضو الكلام ده كله كويس لحد ما البيضة تختفي خالص في الخليط. اهو شايفين، مقادير سهلة جدا وفي ثانية بتطلع أحسن كيكة بالشوكولاتة. خلاص، قلبت الكلام ده كله كويس. هنزل بقى بإيه؟ معايا هنا 4 معالق دقيق. هحط هنا الأول معلقة خل كبيرة، يعني بتساعد على رفع الكيكة عشان احنا مش حاطين بيض كتير. هقلبها برضو كويس كده. معايا بقى هنا 4 معالق دقيق، وعليهم نص معلقة صغيرة بيكنج باودر. هحطهم بقى على الخليط وهقلب كويس لحد ما الدقيق خلاص يختفي. ده بقى القوام. انا حاسه ان هو خفيف شويه، هزود معلقه دقيق تاني لان انا كنت حاطه 3 معالق. كده مقدار الكيك المظبوط. اصل الدقيق يا جماعه بيبقى حسب ما انت جايباه، كل دقيق وسبحان الله بيشرب، يعني بيشرب العجينه مختلف عن التاني. في دقيق بيشرب السوائل بسرعه، وفي دقيق ما بيمتصش السوائل على طول. خلاص، حطيت بقى الدقيق هنا وحسيت ان القوام هنا مظبوط جدا. الطاسه بتاعتي بقى هنضفها كده بالسباتيلا او بمنديل عشان الحروف دي ما تتحرقش. وهشغل بقى عليها النار. انا ما كنتش مشغله نار ولا حاجه، نار هاديه جدا، واغطيها واسيبها لمده ربع ساعه او 10 دقايق بالكتير قوي. هتاخدي كيكه مستويه وحلوه جدا. نيجي بقى هنا لعمايل الصوص. انا حطيت نص كوبايه لبن او فنجان لبن، واحط عليه معلقتين سكر. سكر بقى اللي هو السنترفيش بتاعنا عادي، مش باودر. واحط معلقتين كاكاو خام. لو انت جايبه الكاكاو محلى ما تحطي السكر. واحط رشه فانيليا صغيره جدا، بتديها طعم وريحه. هقلب كويس لحد ما السكر والكاكاو يدوبوا. خلاص كده، هنزل عليهم بربع معلقه نشا. دي بقى اللي هتعدل لي القوام بتاع الصوص. هدوبها برضو كده، وبعد كده اخدها بقى على النار. هفضل اقلب في الصوص لحد ما يتقل ويديني القوام المظبوط بتاعه. الخطوة دي بقى هحط معلقة زيت نباتي. ليه حطيت الزيت في الاخر؟ عشان يفضل الصوص فيه لمعة حلوة جدا. اهو شايفين لمعة الصوص بتبقى حلوة جدا. مكعب شوكولاتة كده صغير لو عندك، مش متوفر خلاص. نختبر بقى الكيكة. خلاص استوت كده وزي الفل. هطفي بقى عليها النار واسيبها تتهوى خالص، تبرد خالص، وبعد كده هحط عليها الصوص. هخرمها بس كده بالسباتيلا عندي عشان الصوص يخش في كل الكيكة من جوه. شايفين بقى الصوص وجماله؟ طعمه تحفة وريحته أحلى. هصب بقى الصوص على الكيك. حاجة سهلة وسريعة وما خدتش مني وقت خالص. هظبط بقى الصوص كده على الكيكة كلها. خلاص كده، اسيبها بقى تجمد شوية في التلاجة، وبعد كده هوريها لكم. خلاص كده جمدت بقى شوية في التلاجة، هقطعها بقى معاكم.
خطيرة يا جماعة. هوريكم دلوقتي السمك بتاعها عامل ازاي، كأنها كيكة عادية خالص بقى، ولا فتحنا فرن ولا شغلنا فرن ولا بهدلنا مواعين كتير. ده احنا في كل حاجة عملناها في نفس الطاسة اللي عملنا فيه. شايفين بقى سمك الكيك شكله حلو جدا اهو، شايفين؟ تحفة. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. ولو اول مرة تشوفي دي قناة سمسم وحبة البركة، لايك واشتراك. باي باي.